لله عز وجل. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. من هم الطراز الأول؟ هم السلف الصالح، الصحابة ومن تبعهم من السلف الصالح، من السلف الصالح. فأثبتوا لله عز وجل يعني الصفات. ومعتقد أهل السنة في يعني صفات الله عز وجل أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل من الصفات في كتابه، ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الأمر الثاني أنهم ينفون عن الله عز وجل صفات النقص، ما نفاه الله عز وجل عنه في كتابه وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينزهون الله عن كل نقص. مثل النوم، الله عز وجل نزه نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأيضا يعني ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، لا نقول ما أثبته سمعه كسمعنا، علمه كعلمنا، أو بصره كبصرنا، ويداه كيدينا، وجهه كوجهنا، لا، أو استواءه كاستوائنا، لا، ينفون عن الله، ينزهون الله عز وجل. قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله. نزه الله عز وجل نفسه، نزه الله عز وجل نفسه. فهذا معتقد أهل السنة، يثبتون لله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني ينزهون الله عز وجل عن النقائص وعن يعني تشبيهه بالمخلوقين، عن تشبهه وتشبيهه بالمخلوقين. الثالث قطع الطمع، لا يطمعون في معرفة كيفية الصفات، صفات الله عز وجل كيف، هذا غير معلوم. أهل السنة يقولون الكيفية غير معلومة مجهولة، كما تقدم معنا قول الإمام مالك لما سأله ذلك الرجل: كيف استوى الله، استوى على العرش، كيف استوى على العرش؟ قال: الاستواء معلوم، معناه معلوم، والكيف مجهول. والسؤال أي عن الكيفية، كيف يد الله، كيف وجه الله، كيف رجل الله، كيف علم الله، كيف بصر الله، هذا الكيف. كيف ضحك الله، كيف غضب الله، هذا مجهول لا نعلمه. والسؤال عن الكيف، قال: والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، لا يجوز سؤال كيف، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وجميع آيات الصفات أمرها نقلا حقا كما نقل الطراز الأول. هذا هو نقل عن الطراز الأول عن السلف الصالح هذه الثلاثة الأشياء بصفة الله: نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو في سنة الرسول، هذا الأول. الثاني ننفي ما نفاه الله عز وجل عنه في كتابه أو كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ننزه الله عن النقائص والعيب وعن مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس له سميع ولم يكن له كفوا أحد. والثالث يعني عدم يعني السؤال عن الكيفية وتفويض الكيفية، لا نعلم الكيفية لكن المعنى نعلمه، لكن كيف لا نعلمه. ومن سأل عن الكيف فهو مبتدع. قال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. قلنا يعني هذا مكرر منهج أهل السنة في إثبات الصفات، كما البيت الذي قبله. الحمد لله. البيت الأول: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، هذا في إثبات الصفات، إثبات صفات الله عز وجل. والثاني: وجميع آيات الصفات أمرها، أيضا فيه إثبات الصفات كما نقل عن السلف أنهم يثبتون صفات الله عز وجل
وما يعني جاء في الكتاب والسنة. وأرد، هكذا البيت، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، صح؟ وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أرد، أرجع عهدتها، يعني هذا يعني فيه بيان أن يعني ما جاء، أما القرآن فهو ثابت وهو متواتر، ولكن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو متواتر ومنها ما ليس متواتر ومنها ما جاء ما هو ضعيف. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني أنا أرد ما جاء وثبت في صفات الله عز وجل إلى من نقلوها من السلف. يعني مثلا الإمام البخاري قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا كذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأرد عهدتها إلى نقالها، هم الذين نقلوا ما نقل إلينا، ثبت ما نقل إلينا وهو ثابت صحيح، هذا خلاص نثبته لله عز وجل. ويعني العهدة على من نقل، على من نقل الحديث، هو الذي نقله. هذا الرجل يعني صدوق، أو هذا الرجل يعني حافظ متقن كما في علم الحديث، خلاص هذا نأخذ حديثه وعهدته عليه، عرف بالصدق وعرف بأنه متقن فنقل الحديث، فالعهدة عليه. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، أي أرد كما تقدم معنا آيات الصفات. أما القرآن فهو متواتر، أما يعني السنة فمنها ما هو متواتر ومنها ما ليس متواتر. فما هو صحيح في السنة جاء فيه حديث في السنة فيه ذكر صفة من صفات الله والحديث صحيح، نثبت هذه الصفة لله عز وجل. عهدتها أي حفظها إلى نقالها، أي من نقلوها وهم الثقات وهم الرواة الثقات. ورد عهدتها إلى نقالها وأصونها أي أحفظها وأحميها، أي ما ثبت من صفات الله عز وجل، ما ثبت من صفات الله. مثلا صفة الضحك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يقاتل، يعني أحدهما يقاتل في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة الضحك لله عز وجل، نثبتها. الضحك معلوم عندنا الضحك، لكن كيف يضحك الله هذا مجهول لا نعلمه، ولا يجوز السؤال كيف يضحك الله، كيف يغضب الله، أو يعني أيضا لا نجوز أن نشبهها ضحك الله كضحك المخلوق، لا، هذا يعني باطل، هذا لا يجوز، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، نفى الله عز وجل أن يكون مثله شيء، ليس له تجد له سميا، ليس له سميا، أيوة، ولم يكن له كفوا أحد، عن كل ما يتخيل، أحميها عن ما يتخيل من التمثيل والتشبيه. يده كيد المخلوق، هذا تمثيل، أو يده تشبه يد المخلوق في التشبيه. وكذلك عن الكيفية، نتصور يد الله مثل كذا، لا يجوز، ولو في الصورة، يعني ليست موجودة لكن نتخيلها في الصورة، نتخيل يد الله كذا، لا يجوز، هذا لا يجوز. حتى التخيل، الكيفية نقول مجهولة، لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، وأصونه عن كل ما يتخيل. ثم قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا، هذا البيت فيه
إثبات يعني أن الواجب على المسلم أن يتمسك بالكتاب والسنة، ويستدل يأخذ الأدلة من الكتاب ومن السنة، يأخذ يعني الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يأخذ الدليل من أقوال الرجال أو من الآراء أو الأهواء، ومن الأهواء والاستحسانات. قبحا يعني ذم، قبح لك يذمه، كأنه يعني ويعني يقبح. القبح ضد الحسن، قبح ضد الحسن، معناه يشتمه ويذمه ويسبه بسبب هذا. لمن هذا الذم؟ لمن هذا الذم؟ قال لمن نبذ القرآن، طرح القرآن وراءه، لا يستدل بالقرآن، لا يستدل بالقرآن. مثلا يعني هؤلاء يعني أهل البدع يقولون أن القرآن ليس كلام الله، وأن الله لا يتكلم، أو أن القرآن عبارة أو يعني عن كلام الله. لا يقولون القرآن كلام الله، لا يثبتون الكلام لله عز وجل. طيب القرآن، في القرآن أن الله عز وجل يتكلم، وأن القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، القرآن، والله عز وجل يتكلم. قال وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يقولون لا، يقولون معنى هنا الكلام كلام نفساني، يعني من هذا الذي يعني سيأتي في الكتب الكبيرة. لكن نفهم هذا، أنهم ينفون يعني أن الله عز وجل يتكلم وأن القرآن كلام الله، بل يقولون أن القرآن مخلوق. ما المقصد؟ ما هو دليلكم؟ في القرآن موجود الدليل أن القرآن كلام الله. يقولون قال الأخطل، هذا رجل نصراني، يستدلون بكلام الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هم يقولون هكذا، يقولون الأخطل يقول ليس الكلام يعني إن الكلام لفي الفؤاد، في الفؤاد أي في القلب، وإنما جعل اللسان عليه دليلا، هو الذي يدل على الكلام. فيقولون يعني القرآن ليس كلام الله، القرآن مخلوق أو عبارة عن كلام الله. المقصد من هذا الكلام أنهم عندما قالوا هذا الكلام هذا باطل، نحن لا ندخل ماذا يقولون عبارة، لا، نقول هناك أهل البدع يقولون القرآن ليس كلام الله. ما هو الدليل؟ يستدلون بقول نصراني الأخطل. طيب هناك دليل في القرآن أن القرآن كلام الله؟ من أحد المشكلة يقولون لا. قال الأخطل يتركون القرآن ويستدلون بقول يعني الرجال، بقول نصراني، هذا الأخطل نصراني. وأيضا في مسألة الاستواء يقولون استوى بمعنى استولى، أن الله عز وجل لم يستوي على العرش، ما استولى على العرش. ينفون يعني صفة الاستواء. الله عز وجل في القرآن موجود ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في 7 مواضع في القرآن أثبت الله عز وجل أنه استوى على العرش. يقولون لا، استوى بمعنى استولى. ما الدليل؟ يقولون قال الأخطأ أو ما أدري من ذا لقد هكذا، لقد قد استولى بشر على العراق من غير يعني سيف أو دم مهراقي. قد استوى بشر على العراق بغير سيف أو دم مهراقي. قد استوى قالوا هنا بمعنى استولى، بمعنى استولى. طيب الآن هنا القرآن لا يستدلون بالقرآن، يستدلون بقول هذا الشاعر، بقول الشاعر. فهذا مذموم، وهذا في جميع يعني ليس فقط في باب الصفات بل في الفقه، في يعني في مسائل الفقهية، ويعني في جميع أمور الدين، مسائل التوحيد. لا يترك القرآن والسنة. الدليل مأخوذ من أين؟ من القرآن، يؤخذ من القرآن أو السنة، لا يؤخذ من قول فلان. هذا من الشرك، تقول له هذا من الشرك. الله عز وجل يقول كذا، يعني في مسألة يعني دعوة الأموات،
الله عز وجل بين أنهم يعني المشركون اتخذوهم يعبدونهم من دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم ما يعبدونهم يعني من دون يعني يعبدونهم يعني أنهم يعترفون أنهم هم الذين خلقوا وهم الذين رزقوا، وإنما جعلهم شفعاء. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، مثل ما يقول أصحاب القبور نحن ما نتقرب إليهم لأن يعني لأجلهم أنهم هم الذين فعلوا، لا، إنما نتقرب إليهم لأجل أن يقربونا إلى الله. هؤلاء أولياء ونحن نطلب منهم الشفاعة، نطلب منهم وهم يطلبون من الله. هؤلاء الكفار مثلهم، إنما نعبدهم، يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون ماذا؟ هؤلاء آلهة من دون الله؟ لا، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا يقولون من دون الله؟ لا، شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله. فأنت تقول له هذا، يقول لا، الشيخ الفلاني يقول الأولياء يعني لا بأس أن نتبرك بهم، الناس يفعلون هذا، يعني الواقع إذا ذهبنا إليهم نطلب منهم الدعاء يستجيب الدعاء، يستجاب لنا الدعاء، إذا نطلب الولد يأتي الولد من عندهم. هل هذا دليل؟ لا، فعل الناس ليس بدليل، وحصول الكرامات ليس بدليل. هذا ولي عنده كرامات، إذا ذهبت قلت له يعني أو يعني ميت مثلا، هذا الولي ميت، إذا ذهبت أنا أطلب منه يا ولي فلاني ائتني بالولد، يأتي الولد. يا ولي فلاني ائتني بالرزق، يأتي بالرزق. هل هذا دليل؟ لا، الدليل قال الله. فهؤلاء يقال لهم مثل هذا، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال شيخي، قال الناس، هذا يستجيب. ليست العبرة بأنه له كرامة أو بأنه يعني تحصل عندما تدعو يحصل الدعاء، يستجاب الدعاء أو يحصل ما تريد، هذا ليس بدليل. الدليل قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المسيح الدجال، المسيح الدجال يأتي في آخر الزمان، ماذا يقول؟ هل عند هؤلاء الأولياء مثل ما عنده؟ ليس عندهم شيء، ليس عندهم شيء. يجعل الله عز وجل له يعني أشياء خارقة بقدرة الله، هذا ابتلاء من الله. فمثلا من يذهب إلى هؤلاء يعني أصحاب يعني الأولياء مثل ما يزعمون القبور، ويطلب منهم الولد أو المدد فيستجاب، يعطى ولد أو يعطى الرزق، هذا ابتلاء من الله، ليس دليل على أن هذا حق. لا، هذا المسيح الدجال يأتي يقول للسماء أمطري فتمطر، ابتلاء من الله عز وجل. ويقول للأرض أنبتي فتنبت الأرض، يأمر الأرض تنبت. ويأتي إلى كنوز يعني الأرض فيأمرها أن تتبعه، فتتبعه كنوز الذهب والفضة، تتبعه كالنحل، مثل النحل تتبعه، مثل الطيور يعني كيعاسيب النحل تأتي وراءه. بل ويقتل الرجل ويقول له، يمشي بينه ويقول له احيا ثم يحيا. هذا ابتلاء من الله، الله عز وجل جعل له هذه القدرة. فهل المسيح الدجال هذا ولي؟ هذا المسيح الدجال معروف، المسيح الدجال معروف. إذن هل نقول هذا بفعله إذن هذا من الأولياء، هذا عند الله يعني له منزلة؟ لا، خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه المسيح الدجال كافر، أنه كافر. فالعبرة ليست بأنه يستجاب دعاء بسبب هذا، قد يبتلي الله عز وجل، قد يبتلي الله عز وجل هؤلاء الذين يدعون يعني المخلوقين من دون الله، فيبتليهم الله عز وجل، يستجيب الله عز وجل ابتلاء. فالواجب علينا جميعا الأخذ بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.